لله يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولقد مررت على منازل من أهوى وفيض مدامعي غمر، وسألتها لو أنها نطقت أم كيف ينطق منزل القفر. يا دار هل لك بالأولى رحلوا خبر، وأنا لمعالم خبر. أين البدور بدور سعدك يا مغنى، وأين الأنجم الزهر، وأين الكفات ومن أكفهم في النائبات لمعسر يسر. ذهبوا فما وأبيك بعدهم للناس تبيان ولا ليلة جمعة ونفتتح إن شاء الله المجلس هذا المبارك اللي فيه نور آل محمد، اللي فيه بركة وأنفاسكم الطيبة، وهذا توفيق من الله جمعني بكم وتشرفت بمحضركم. والليلة جمعة بذكر الحسين سلام الله عليه، فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. يبكي اشتياقا كلما ذكروا، وأخو الغرام يهيجه الذكر. أهلا صبرت على مصابهم، وعلى المصيبة يحمد يجرو. تلك المحاسن في القبور، على مر الدهور هوامد دثر. هلا صبرت على مصابهم، وعلى المصيبة يحمد الصبر. هلا جعلت رزقك في الحسين يا أبا عبد الله، ففي رزق ابن فاطمة لك يجرو. جينا ننشدك يا ربل مضيعينها، بها زينب قالوا يسرينها. يا سيراها ولالها واحد في زي، وشال حاد يضعونها بساعي وقوطة. جينا ننشد ويانا ابو فاضل وقع، ما تدلونا شريعة وينها.
بس اشوفه ويا العتب مني يزود واضرب فاضل على النخوة يجود عذرا حق يقول مقطوع الزنود وحال ملجي الموت بينه وبينها أردان جدتها يا مصدق بالشام عيد وحاطة وبطشتي ذهب راسي الشهيد مني شاد زينب يبدي وانا يزيد جاء عدلوا جبا مخلين وصلت الشام مسبي عشان لا وصلت الشام وصلت الشام مسبي عشان لا وصلت الشام الزلم والنساء تتفرج على الأيتام. عافية شباب. جمع ظلام والخداير تتراجف من الظلام ولا واحد من اخوتنا حضر ويشوف حالتنا. اي والله طبيت للديوان والناس متجمعة من كل الأجناس يهود ونصارى وكفر ورجاس خويا من شاهدون مبط الراس قالوا يا زينب وين عباس اي قالوا يا زينب ويا ما ان عباس اخويا يا ناس الاخو والله شحلايتينا من بسد اخواته اي يا اخويا الاخو والله شحلايتينا من بسد اخواته يا اخو مثلك طيب ذاته يا سلطان الوفا ويشهد فراته عجب عباس هذا الامر فات خويا بالغرب مسبيه خواته احوري يا بلبو فاضل واجب يما وتخيب بحالتي وقل له الخوايا نسيبك قريت عيون الشام على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي بمحمد المبعوث وابنيه بعده وبفاطمة الزهراء والمرتضى علي مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا.
قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: أيها الناس، من سره أن يصافح 124,000 نبي فليزر جدي الحسين ليلة الجمعة ويومها، عارفا بحقه. افتحوا القلوب جميعا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا جميعا الأمن والأمان والخير والعافية والعاقبة الطيبة إن شاء الله. وكما نسأله أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. أنا مسرور بلقائكم، هذه الوجوه الطيبة، الشباب الحجاج. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لقيام هذا الشهر المبارك ولصيامه، وهذا شهر قد دعيتم إلى ضيافة الله. هذه خطبة النبي صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر شعبان يستقبل بها رمضان. شهر قد دعيتم إلى ضيافة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. شهر الرحمة والمغفرة والرضوان. أنت عندما تروح الآن إلى إنسان كريم مثل هذه الوجوه النيرة، إنسان وجيه شريف سخي جواد، لما تروح لضيف يقول لك تدلل، شنو تبي أن أعطيك، شنو محتاج، ما يقصر وياك. هذا مو أفضل من الله، بشر كريم، ولكن الله خالق الكل، ما في أحد يقاس مع الله وحده لا شريك له. أنت الآن ضيف عند من؟ عند رب العزة والجلالة، جبار السماوات والأرض، بيده كل شيء. تذلل في هذا الشهر لله، خضوع لله، خشوع لله، توجه إلى الله، قراءة القرآن، استغفار. قال النبي: السعيد من غفر ذنبه في هذا الشهر. السعيد هذا كل إنسان، اللي مو معصوم هو يخطي، لكن يتوجه إلى الله بقلب سليم ويقول: يا إلهي أنت غفار الذنوب وأني تائب، أنا كل اللي سويته أرجو رحمتك، أرجو غفرانك. وفي هذا الشهر المبارك هالشكل تحاكي الله، أنت ضيف عند الله، الله يقول لك بس تعال، تقرب لا تبتعد. أنت صائم نايم هم إلك ثواب، نومكم فيه عبادة، وأنفاسكم فيه تسبيح. شوف هذا النفس الآن، جر النفس عندك 12 شهر بالسنة، 11 شهر تنفس تنام، ما في نوم عبادة ولا في نفس تسبيح إلا في هذا الشهر، لأننا في ضيافة الله سبحانه وتعالى، وما في أكرم من الله عز وجل. هذه الليلة هي ليلة جمعة، وافتتاح لمجلسنا هي زيارة الحسين عليه السلام، لأن زيارة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام تدل الإنسان على معرفة الله، لأن الحسين الواسطة فيما بين الخالق والمخلوق.
أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قال الصادق: من سره أن يصافح 124 ألف نبي فليزر جدي الحسين ليلة الجمعة. الإمام مفترض الطاعة، يقول إذا كان واحد وده أنه يقبل الأنبياء ويجلس مع الأنبياء ويشم رائحة الأنبياء من آدم إلى الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، فليزر جدي الحسين ليلة الجمعة عارفا بحقه. شنو عارفا بحقه شباب؟ يعني الإمام يقول مو كل من هب ودب يسمى زائر للحسين. هواي ناس تزور الحسين، هواي ناس تحضر، هواي ناس تصعد منبر، هواي ناس، لكن هل هذول كلهم مقبولين عند الله؟ ما ممكن. تشوف مولانا في بعضنا، مولاي العزيز يمشي للحسين لكن لنفسه، رياء، مادة، شهوات، دنيا، شخصية، افسدها الموضوع. وتلقى واحد لا، خادم للحسين مخلص، يعرف قيمة الحسين ويؤدي حق سيد الشهداء. شنو حق الحسين؟ تواصل أرحامك، تبر والديك، تقدم الإحسان لجيرانك، تميط الأذى عن طريق المسلمين. قال النبي: من أماط الأذى عن طريق المسلمين ثبت الله قدميه على صراط المستقيم. صلة الأرحام، النبي في خطبته قال وصلوا فيه أرحامكم في هذا الشهر. الرحم، يقول صلة الرحم متعلقة بالعرش. إلهي صل من وصلني واقطع من قطعني. وصلة الرحم، من آثار صلة الرحم إطالة العمر وكثرة الأرزاق وتزيل الأسقام. هذه صلة الأرحام. دخل شاب على النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، أحببت أن الله يطيل عمري ويكثر رزقي. قال: عليك بصلة الأرحام. صلة الأرحام واجبة، ولكن يسقط الواجب عند الضرر. الضرر إذا كان مثلا يحصل ضرر، مشكلة، هوشة، إطلابة بينك وبين ابن عمك قرايبك، سببها محضرك في بيته أو محضره في بيتك، تصير مشكلة وعركة، هذا يسمونه ضرر. والأمثال كثيرة الهالجانب. يقول هنا يسقط الواجب، ولكن عليك السلام، تسلم عليه، وإذا مرض تعوده، وإذا احتاج وأنت غني تعطيه. هاي صلة الأرحام. صلوا أرحامكم ولو بالسلام، صلوا أرحامكم ولو بشربة ماء. ثواب عظيم. هذا هو معرفة حق الحسين عليه السلام. معرفة الحسين، إذا كان واحد في السوق معاملته في السوق على موازين شرعية يحبها الله ورسوله، وتشوف مولانا بعضنا مع الأسف يخلي قدام شيء لما يبيع مثلا، لكن وخلف هذا الشيء شيء آخر مو نفسه، هذا غش. وقال النبي صلى الله عليه وآله: من غش مسلما فليس منا. هذا غش، والغش حرام، وهذه اللقمة تسبب البلاء اللي تجيبها لعيالك وتاكلها وتوكلها، أنت المسبب. على كل، من حق الحسين عليه السلام أنك في وظيفة تؤدي حق الوظيفة. من حق الحسين عليه السلام أنك تؤدي الأمانة. ومن حق الحسين الصدق. ومن حق الحسين الجهاد في سبيل الله. فالإمام يقول هاي كلها من حقوق الحسين. والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الحسين جاهد في سبيل الله وقال: إني
خارج إلى العراق غير أشر ولا بطر ولا مفسد، وإنما خارج إلى العراق آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام عليه السلام يقول: من سره أن يصافح 124 ألف نبي فليزر جدي الحسين ليلة الجمعة. قال صفوان الجمال، هذا من شيعة الإمام، قال له: سيدي، هواية أكو ناس تتمنى ليلة الجمعة أنهم عند الحسين، لكن معظمهم مرضى وفيهم خارج البلد وفيهم لا يستطيع أن يأتي إلى كربلاء ليلة الجمعة، ولكن يحب يكون من زوار الحسين ليلة الجمعة، هذا له زيارة؟ قال: نعم، بشرط أنه عارفا بحق الحسين ويؤدي حق الحسين عليه السلام ويزور الحسين بهذه الزيارة المعروفة: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين ورحمة الله وبركاته. يقول هذه الزيارة بحد ذاتها بشرط أنك عارفا بحق الحسين تكتب من زوار سيد الشهداء ليلة الجمعة. شباب لا تنسون لما ترجع إلى البيت توضأ، توجه إلى حبيبك وشفيعك أبي عبد الله الحسين وصل ركعتي الزيارة وسلم على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا السلام سلم على أبي عبد الله. زيارة الإمام الحسين نماء في الأرزاق. عندك مشكلة، عقيم، سقيم، بلاء، توجه إلى الحسين، ملجأ الآمنين أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. والحسين يعرفك، تزوره من قرب أو بعد، الحسين يعرفك شنو هدفك، نيتك، من وين جاي، من أنت. أكو رجل عمره 80 سنة أو 70، زمان اللي كان قبة الحسين خشب صغيرة، عفوا ضريح الحسين كان خشب، وكان قبة الحسين طين صغيرة وغرفة، وكان صحراء ما في فنادق ولا شوارع وترتيبات وبناء، لا، بس الغرفة اللي فيها قبر الحسين وصحراء وادي. هذا الرجل عربي طلع من البادية إلى أبي عبد الله الحسين، وسابقا أكو ناس من يدلهم على القبر. شلون الحملة دار هسه مثلا يمشي ويرتب ترتيبات ويروح وياهم، فالناس الشكل سابقا. وأكو سابقا ناس يعطون ضرائب، هذا اللي يقصون إيده ويمشي، وهذا اللي يقصون ريله ويمشي، وهذا عرفت مولانا اللي ياخذون عين من عيونه، وهذا هالشكل كانت الأمور. مو مثل هسه تركب وتروح وبريح وترتيبات وتروح الحسين، لا، هواي صعبة كانت الأمور. يقول هذا مخلي في قونية متاع وعكازة ويمشي بالبادية، طب الوادي أيام ليالي. وصل شاف القبة من بعيد، لما شافها رمى العكازة أو رمى المتاع وركض يصيح: حبيبي يا حسين، حبيبي يا أبا عبد الله. وطب أكو قيم واحد واقف، واحد قيم، هذا القيم واقف بالباب. يقول لما طب هذا الرجل العربي الفطري الفقير احتضن الشباك، قال له: فويه هسه ارتاح قلبي يا ابو السجاد، من اشتميت ريحتك ووصلت لبيتك. وقعد مدري له اتجاه الشباك ويحكي ويا الحسين حكي فطري. يقول له: ابو السجاد، والله ودي انا ابغى يمك
وعمري كله أخلص عندك، بس عندي عيال وعندي حلال وعندي بنات وما لهم ولا غيري، والآن جايك بشغلتين. الشغلة الأولى هاي أيام أنا أدور كربلاء، إلى أن اليوم وصلت ما مضيع أمي ولا مضيع أبوي بكربلاء ولا مضيع أسرتي وقرايبي، مضيعك أنت يا حسين. ودورت عليك ولقيتك، بس مثل ما دورت عليك أو لقيتك أريدك تدور علي يوم القيامة وتلقاني. هذا واحد. والشغلة الثانية يا أبو السجاد، رجلي فيها ألم، لو أنك تمد إيدك من وراء الشباك ويخف الألم تخليهم على رجلي. هذا القيم لما سمع قال له أنت عاقل ولا مجنون؟ تكلم الحسين بهالطريقة، ماد رجليك وتقول له مد إيدك من وراء الشباك؟ أنت مجنون، اطلع. وسطر الزاير، الزاير انهضم مهضوم عربي، قام خلى ايده على عينه، قال له ابو السجاد واسفع عليك، انسطر عندك، لو انك ببيتي شحدك شحد اللي يوصل حدك الا رقبتي تطير قدامك، لكن بعد ما اجي في مال. طلع بالليل هذا القيم يشوف الحسين بالرؤية ومخلي ايده على عينه، قال له شبيه عينك يا ابو السجاد؟ قال له اطلع، البارحة اسطرتني ما اسطرت الزاير. هذا حفاظ الحسين على الزائر على المؤمن. علينا أن نتحلى بأخلاق الحسين، ومن أخلاق الحسين العفة، ومن أخلاق الحسين الصدق، ومن أخلاق الحسين أنك تهتم بالفقير واليتيم والمحروم والمهضوم، توقر الكبير وترحم الصغير. أخلاق أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فحافظوا على خدمتكم، حافظوا على وجودكم في مأتم الحسين، وأينما ينتهي بك المأتم أحضر في مأتم الحسين. ولا تقول فلان يقرأ وفلان يقرأ، لا، مأتم أبي عبد الله الحسين. لأن الصادق عليه السلام يقول تجلس جدتي فاطمة الزهراء أمام المنبر وتنظر على وجوه محبيها الذين يبكون الحسين وينعون الحسين عليه السلام. ويوم القيامة أيها الشباب، يوم القيامة هذا حضورك وبكائك على أبي عبد الله، يقول لي يعرض صورة وصوت إلك تشوف نفسك أنك قاعد في مأتم الحسين، بس المن قاعد وشني هدفك كله يبين يوم القيامة. فخلي هدفك الأساسي وإخلاصك للحسين عليه السلام. هذا الحسين عزيز الله، الحسين حبيب الله. أنا يا أخت عشقت الله والدين المفدى، وزرعت الروح للإنسان كي يحصد مجدا. التقى نور ونار يجعل الليل نهارا، سأبقى وأبقى وبقى. طلعت على الدنيا حساما مهندا، وعاشتك حينا ثم عاشت على الصدى. تمجد قوم بالخلود وإنني رأيت بمعناك الخلود. تخلدا أيا واحدا من 5 لو ذكرتهم ذكرت في كل وجه محمدا. خل عشقك للحسين. تريد العزة، الشموخ، الهيبة، لا عشيرة ولا مال ولا قصور ولا دنيا. حسين أبو السجاد، حسين
أبو السجاد ما يرضى بهضمنا، وبوجود النار ما تحرق عظمنا. حسين يا أبا عبد الله، كل خادم بهالدنيا ينذل ينشتم ينهان، واللي يخدم أبو السجاد ينعد بالخدم سلطان. هاي حكاية مشهودة ما يحتاج للحلفان، حسين مدلل خدامه يا أبا عبد الله. يعطينا كل شيء الحسين، يعطينا العزة الهيبة الشموخ. أبو السجاد هذا. والليلة أريد أذكر مصرع. يقول الحسين عليه السلام يوم عاشوراء كان ينقل أحداث المعركة إلى زين العابدين لأنه مريض عليل في المخيم، وينقل الأخبار بشكل مختصرة عشان لا يصدع قلب زين العابدين لأنه مريض ما يفاجأ. لما قتل الأكبر إجا قال له قتل أخاك الأكبر ويصبر عليه. لما قتل القاسم قال له قتل ابن عمك ويصبر عليه. لما قتل العباس قال له قتل عمك العباس ويصبر عليه. ولكن لما قتل الرضيع ما تمالك الحسين نفسه، قال له قتل أخاك الرضيع ويبكي يحمحم محدودة بالظهر يبكي من هدم حيله. فقال زين العابدين أبا يا حسين هواي أشوفك منصدع بمقتل أخوي الرضيع، هل مقتل أخي الرضيع أعظم عليك من عمي العباس؟ هل مقتل الرضيع أعظم عليك من مقتل أخي الأكبر وفلان؟ فقال لا يا ولدي، لكن هذا الرضيع قطع نيات قلبي. لما أحس بحرارة السهم أخرج يديه من القماط ولواهما على رقبتي. رجع به إلى المخيم، استقبلته سكينة شقيقة عزيز تأخت من أمه وأبوه، تقول لأبويا شوف الطفل ساك الشرب ماي لو ما أشرب. ما قال لا شيء بل كشف الغطاء عن وجه الرضيع، وإذ ترى أخاه مذبوح من الأذن إلى الأذن. أيوا سيدا تقول له دغطي دغطي يا ابويا الطفل عني دغطي. ويا انا مالي قلب يا عزين صدلي، اشوف 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 ذبح وما رجلي. ذنب الطفل شنو المسوي عطشان ما حد ما يزجي. دام 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 النحر للخيامة مرد بي. يقول خذي للمهد ولا تخبري أمه بشكل مباشر أخاف عليها تموت وبس هالولد عده. يقول جابت أخيها خلتها بالمهد وإجت الرباب تقول له يا ابني عبد الله يا غالي أنا بالباك ساهرت الليالي، حسبتك علي عين وآلي تلم كبرتي وترفج بحالي. أنا بس هاي ما كانت ببالي أهز بالمأد والمأد خال. يقول جت للحسين شايله وليتها تقول له نجدك على وليدي يا ابو اليمه من صاب السهم هم قال يمه من صاب السهم هم قال يا اليوم. الله يحفظكم لأمهاتكم. وإذا واحد فاقد أمه رحمة الله عليها، هاي القصيدة أريد أقراها وسلامة لكم إن شاء الله. وتذكر أمك شباب يا الله، ودير بالك على أمك. هاي الأم جنة الله في الأرض، الأم سهرت تعبت. يقول الرباب شايلة وليته وتذكرك لما كنت بالليلة هزمة هدى
يا الله يا الله، وانا من أعماق قلبك للحسين يا الله. واتذكرك لما كنت بالليلة هزمه وتحاضنك روحي وتظل ما تقبل تهدك، يا رضعت ماي القلب يا ضيعتي بعدك. نام يا ابني نام، نام يا ابني نام، يا ابني نام، يا ابني 9 شهور جنيت ترعب ضميري حشاي، والقلب ضمك يا الولاد بن أعثر بممشاي. يا وليدك الجرات نفس تقعد تقوم وياي، لو أدري تناكل سهم من عين شربك ماي. نام يا ابني نام، يا ابني جنت بالظلمة العالي، عقبك غدت ظلم الليالي، خذت سلوتي وظليت اسعد ودورا على يمين وشمال. يا ابني عبد الله يا غالي انا برباك سهرت الليالي. يا ابني طول عمري بعد مو زين عقبك يا وليد وعقب الحسين. يا نعمن نعمن يا يما العيون الاثنين يا يوم. أريد أقرأ هالبيتين لأم البنين، والليلة جمعة قضاء للحوائج شفاء للمرضى. يا الله قف وياي. يقول زينب لما طبت واستقبلتها أم البنين، يقول اجتها مدنقة تقولها زينب أنجدك يا ضوى العين عن عباس وأولاد الميامين، أخاف أن قصروا عن نصرة حسين وعند أمه بخجل وجهي يتوسم. تقولها لا يا أمي ايش تقولين؟ 3 أنعام من نخوة الطيبين بذلوا كل جهتهم دون الحسين ووقفوا سور ما دون المخيم. شقلك عن أبو فاضل. يقول من قلت لها شقلك عن أبو فاضل كانت مدنقة رفعت راسها. شوفها شو تقول عن أبو فاضل؟ شقلك عن أبو فاضل وخبرك وقر عينك بفعله وبشرك مثل حملات حيدر. حمل شبلك وخلى الغاضرية بحر من دم استانست. ايش قالت أم البنين؟ قالت ولا اجوا ولا اجوا انا ام الاربعه راحوا، انا ام الاربعه راحوا ولا اجوا عليهم ارض متلمني، ولا اجوا ولا اجوا وش كثر ونوا على الغبره، ولا اجوا ارفعوا راسي بجهاد الغاضري، والله ارفعوا راسي بجهاد الغاية يا ضري. زينب شو تقولها؟ تقولها مستحيل تصير مثلك مرتبو، هيك وفاية وتخلف هيك اخو، ما تقلي بلبان صدرك شاكو يلي جبتها الاخو مشكور. قال يتلوى ما الندر بحلي بهالوفا كان
أهل وفا كان بعد ربيت لك يا حسين خوة، لا تدعويني ويك أم البنين. يا الله سامحونا أخاف شوية صدعنا أوقاتكم طولنا عليكم. الليلة جمعة والدعاء مستجاب. نتوجه إلى الله بهذه الآية لقضاء الحوائج وشفاء المرضى. أنا أترجاكم بالحسين تدعوا لي بالموفقين لخدمة الحسين، وتدعوا لوالدي بالخير وطولة العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اللهم شافي وعافي كل مريض، سيما مرضانا المنظورين، ومن أوصانا بالدعاء. وحد صفوف المسلمين واجعل كلمة الإسلام هي العليا، واحفظ هذا البلد واجعله بلدا آمنا، وسائر البلاد الإسلامية من كل بلاء وسوء. القائمين بهذه الخدمة الجليلة، الحجاج الكرام الشباب الأفاضل، اللهم احفظهم وارزقنا وإياهم حسن العاقبة، وتمم علينا هذا الشهر بالأمن والأمان والخير والعافية والصدق والصلاة والصيام والقيام في ليله والعمل الصالح وإعطاء الفقير، لأن هذا الشهر شهر مبارك وشهر فضيل. عليكم باليتيم، عليكم بالفقير، عليكم بالجيران، عليكم بالأرحام، عليكم بالوالدين، وإلى من مات على الإيمان، أموات الحاضرين السامعين علماءنا الماضين، وبالخصوص أموات القائمين بهذه الخدمة الجليلة، وإلى روح المرحوم سيد جاسم الطويرجاوي، شيخ أحمد الوائلي، خدمة الحسين جميعا. الفاتحة قبلها الصلوات.